ارتفاع الدولار التي ضيقت الخناق على الاقتصاد المحلي يقطعها سيف القرارات الحكومية التي أطاحت بالعملة الأجنبية، فبعد ارتفاع مقيت تخبطت على إثره الأسواق والمواطنون في ذهول خوفا من قادم الأزمات التي تكلم عنها الخبراء بأنها مفتعلة. ارتطمت اليوم بانهيار الدولار أمام قوة الدينار العراقي بعد القرار الحكومي لخلاص البلد من قيوده. الزلازل لم تقف عند أراضي تركيا فحسب، بل امتدت إلى العملة الأجنبية في العراق لتدمر ما بني من آمال بافتعال الأزمات التي أرادت الالتفاف على حكومة الخدمات وتضع في طريقها القيود حين ابتدأت بتنفيذ برنامجها الحكومي. لكن القرار الأخير سرعان ما عالج الأزمة ليكون باكورة المرحلة الإصلاحية لاقتصاد البلد. فالإجراءات الحكومية الساعية لتخفيف كاهل المواطن التي رحب بها الشارع العراقي ورفضها التجار الجشعون والمضاربون في الأسواق المحلية يعدها المراقبون خطوة جريئة وشجاعة تصب في مصلحة الطبقات الفقيرة وإعادة التوازن لاقتصاد البلد بعدما قسم ظهره ارتفاع الدولار وما أدى بعده لارتفاع أسعار السلع. نهى الشمري، الأيام الفضائية.